طلبة زمان كانوا بيفرحوا لما يرن جرس الفسحة، بس دلوقتي الناس اللي قاعدين حوالين المدرسة وساكنين حواليها بيقولوا ان الجرس تحديدا بيرن في ايام معينة في السنة، يوم الخميس في اخر شهر من نوفمبر الساعة 10:15 الصبح. وده بجد لدرجة ان بعضهم بيرسم الصليب او بيقرأ آية الكرسي. حد بيحكي انه شاف حاجة الساعة 10:15 بالظبط الجرس بيرن لوحده. طيب ليه التوقيت ده؟ وايه الرعب ده؟ الناس بتقول ان اخر يوم الادارة طلعت فيه القرار ده كان يوم خميس في نوفمبر، والفسحة ما اتنفذت لان حصلت مشكلة. طيب ايه هي المشكلة؟ محدش عارف عنها حاجة. في التسعينات الناس اللي ساكنة قريب من المدرسة حذروا أولادهم مفيش لعب كرة في الشارع جنب سور المدرسة دي، لكن طبعا الأطفال ما بيسمعوش الكلام ده. كانوا بيرموا الكرة في السور ويتخانقوا مع بعض مين اللي هينط يخش يجيبها. كل مرة يخش طفل يجيب الكورة يرجع بعدها ساكت وخايف يتكلم من كتر الرعب. بنت اسمها منى بتحكي: دخلت مرة اجيب الكورة لقيت اختي الصغيرة قاعدة على السلم. عادي صح؟ اللي مش عادي انها ماتت من سنتين اصلا.